ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما. لعيب حريف بس بتاع مشاكل، قلب ابيض وطيب بس بيحب ياخد اللقطه. احرف من ابو تريكه، لا ابو تريكه احرف منه. صوره حيه ماشيه على الارض. الحق اسطورتك كانت عايزه تعتزل في الاسماعيلي، الحق. ممكن ابطل في الاسماعيلي، ممكن ابطل في الاسماعيلي. وبعدين اسطورتك ده عام 2009 شتمك لما انتقدته بعد مباراه غزل المحله، فاكر ولا ناسي؟ رحمه امه الغاليه، لا احبسك يا شيكابالا وبطل كوره عشان ما غلطش بس، لا لانه غلط في نادي الزمالك. جمهور الزمالك لما رمى الشاره مره وطلع لهم الجزمه مره. بقول لك ايه، هو شط حراق مشطشط، انت بس اللي محتاج مرهم عشان تنسى اللي بيعملوا فيكم، بيعملوا فينا. لو بتتكلم على البطولات فبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اقل ناشئ عندنا عنده بطولات اكتر من الاسطوره شيكابالا بتاعكم ده. ولو بتتكلم عن موهبه فموهبه بدون اخلاق ولا بطولات، موهبه ملهاش اي ستيل لازمه. بطولاتك بتاعت عبد البقال. ما كلنا عارفين هي جايه ازاي. عارف موضوع عبد البقال ده؟ اهو دي الاسطوره اللي بجد اللي ناديه ضحك عليك بيها طول السنين اللي فاتت. عارف ليه؟ عشان يبرر اخفاقاته وعدم تحقيقه بطولات. والدليل ان نادي الزمالك قعد فتره كبيره بيتهزم من طوب الارض. كل اللي كان عايز نقطه كان بيروح ياخدها من نادي الزمالك. بطولاتك كلها مجاملات، بلاش انت بتاع الاحتواء. وبعدين ده اخر بطوله يا نجم خدتها في الكونفدراليه، خدتها بالمنظر ده. نسيت ولا ايه؟ مالها يا حبيبي بمجهودنا، مجهودك يا ابني. ابرز صوره فيهم صوره جنش. احب اجيب لك الماتش كله عشان تعرف انت خدتها ازاي. متعه كره القدم في الاخطاء التحكيميه. اهو انت على طول كده بقى، ليك حلو عليك وحش. اقول لك ايه، شيكابالا اسطوره غصب عنك. شيكابالا اسطوره. طب شيكابالا انزل والعب وتعالى. ايه فاكرني هشم ولا ايه؟ ما احنا عارفينك اهلاوي والرك على النيه. يد احنا في رمضان، يعني علشان رمضان ما شتمتش؟ لا، علشان انا اصلا ضد الفكره. المنكشه والنكش والحاجات اللي في الكوره ديت والتحليل الجميل ده مطلوب في الكوره، لو من غيره مش هتتمتع بالكوره ولا هتروح تتفرج عليها. بس لازم تعرف ان ما ينفعش تزيد عن حدها خالص، لانها بتبقى بايخه. شيكابالا اسطوره نادي الزمالك، اسطوره وهميه بالنسبه لناس كتير، وبالنسبه لناس تانيه زملكاويه هي اسطوره حيه ماشيه على الارض. شيكابالا عرف طريق المشاكل والازمات في سن مبكر قوي. عام 2003 شيكابالا اتخانق مع كابتن فاروق السيد، كابتن ومدير فني منتخب مصر للناشئين. كانت ديت اول عقوبه ضد شيكابالا، وتم ايقافه عام عن تمثيل منتخب مصر. علشان 2005 يقرر شيكابالا الهروب من نادي الزمالك ويهرب ويروح فريق اليوناني باوك. هروب شيكابالا خلى نادي الزمالك يلجأ للاتحاد الدولي عشان يقدم شكوى ضد اللاعب شيكابالا وضد الفريق اليوناني. وحكمت المحكمة ساعتها بتغريم النادي 650 ألف يورو لصالح نادي الزمالك كحق رعاية للاعب الشاب. وبعد موسم ونص قدم فيهم شيكابالا متعة كروية حقيقية للفريق اليوناني وكان أبرز نجومه. رجع شيكابالا لمصر بسبب أزمة التجنيد، علشان في 2006 يعمل أكبر مفاجأة في تاريخ شيكابالا أصلا، إنه يمضي لنادي الأهلي. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني. علشان في الآخر يروح يوقع لنادي الزمالك ويقول أنا مش قادر ألبس تيشيرت غير تيشيرت نادي الزمالك. علشان الأهلي بكل احترام واحترافية وود وحب وجميل المفروض شيكابالا يفضل شايله فوق راسه طول عمره النادي الأهلي، يقطع العقود وكأن شيئا لم يكن. ان كابتن شيكابالا وكابتن الاباني كانوا ماضيين عقود وقابضين فلوس، ولما حبوا يتراجعوا كابتن حسن قال فورا ترجع لهم عقودهم، واللعيب وثق فيا مش عشان اذيه. يبان ليك ان الموضوع خلص، لكن الفريق اليوناني يقدم شكوى ضد اللاعب وضد نادي الزمالك علشان غضب من اللي عمله شيكابالا، ان هو نزل يخلص ورق التجنيد ومضى من وراه مع مين؟ مع نادي الزمالك. علشان الفريق اليوناني يقدم دعوة للفيفا ضد نادي الزمالك وضد اللاعب. وساعتها حصل ايقاف لشيكابالا لمده 6 شهور، واتغرم نادي الزمالك من خزينته حوالي 1,000,000 يورو لصالح النادي اليوناني. ده بقى نادي الزمالك اللي دايما بيتهم النادي الاهلي باهدار المال العام، علشان يجي موسم 2007 2008 ويحصل خلاف بين شيكابالا وجمهور النادي الاهلي، فجمهور النادي الاهلي يشتم شيكابالا وشيكابالا يرفع الحذاء في وش جمهور النادي الاهلي كانه بيتخانق في خناقه شوارع. وبعدها في موسم عام 2009 يقدم نادي الزمالك أسوأ مواسمه حرفيا، علشان جمهور نادي الزمالك يغضب من الفريق ويبدأ يهتف ضد نادي الزمالك وضد اللعيبة.
فشيكابالا بقى يبدا يهاجم مين؟ جمهور نادي الزمالك ويتخانق معاهم ويشوح لهم. شيكابالا دوت بقى ان جمهور نادي الزمالك اللي بيشوح لهم وبيشتمهم دول بيقولوا عليه ان هو اسطوره، وميدو قال لازم نعمل تمثال لشيكابالا جوه نادي الزمالك، لازم يتعمل له تمثال جوه نادي الزمالك علشان يجي موسم 2010 وشيكابالا يحس ان هو اختفى عن الانظار ولازم ياخد اللقطه، فيتخانق مع جمهور نادي الاهلي تاني في مباراه القمه ويرفع الحساب في وشهم تاني. شيكابالا بقى اللي جمهور نادي الزمالك دايما شايفه مظلوم، وجمهور الاهلي كده بيتنمر عليه وبيضايقه، هو نفسه شيكابالا اللي في 2010 برضه بعد ما اتحمق قوي على نادي الزمالك وشتم جمهور نادي الاهلي بقى ورفع في وشه الحذاء، ساب نادي الزمالك وراح مضى من وراه مع مين؟ مع اندرلخت البلجيكي، علشان ممدوح عباس ساعتها يلحق الموقف بسرعه ويمضي مع شيكابالا بعقد خيالي 32 مليون جنيه ويخلص الموضوع مع نادي البلجيكي ودي. يفوت سنه والعقد الخيالي اللي هو ب 32 مليون جنيه ما يتوثقش في اتحاد الكوره، ساعتها شيكابالا يغضب من نادي الزمالك ويقول لك ايه؟ ايوه شاطر، انا عايز ارحل، برافو عليك. بس الموضوع يمشي وشيكابالا يكمل علشان يعدي سنه كمان ويجي موسم 2012. الكابتن حسن شحاته الاسطوره ساعتها كان ماسك نادي الزمالك، ففي مباراه من المباريات يقرر يبدل مين؟ الاسطوره شيكابالا. فشيكابالا وهو خارج يحصل بينهم اللقاء الشهير ده. ما تهديش مع البابا شيري بقى، يلا شيل عليها، انت زهقتني بقى. وزي ما انتم شايفين يتخانق مع مين؟ مع حسن شحاته، اسطوره يا جدع، علشان نادي الزمالك يقرر يعير مين؟ شيكابالا النادي الوصل الاماراتي. ده بعد ايه؟ بعد ما اتاكد ان نادي الزمالك مش هيستفاد من الدوري ده ومش هياخده النادي الاهلي كده كده واخد الدوري، وان اللاعب مش هيفيد نادي الزمالك، فيعملوا ايه؟ ايوه كالعاده يبيعوه او يعيروه. وطبعا هنا الكل نسي ايه؟ المبلغ الكبير اللي خده شيكابالا اللي هو ال 32 مليون جنيه. بعد ما خدهم برضه عاروه وما استفادوش منه. فعلا النادي الاهلي بيهدر المال اللي عليه. اتألق شيكابالا مع نادي الوصل الاماراتي في عام 2012 2013، وكعادة شيكابالا اللي دايما يا عيني ما بيعملش مشاكل خالص خالص، يقرر بعد موسم تألقه يهرب من نادي الوصل الاماراتي ويرجع على مصر بدون علم النادي. شيكابالا لو كان بيمثل فيلم الهروب الكبير ما كانش هيعمل كده يا جدع، وده خلى النادي الاماراتي يغضب بسبب هروب اللاعب، وان هم كانوا بيرنوا على شيكابالا كتير او بيحاولوا يتواصلوا معاه وما كانش بيرد عليهم، فيفسخوا العقد مع شيكابالا. رجع شيكابالا لنادي الزمالك كالعاده، اي حدوته ورايحه جايه ما تهربش مني، ما تتوهش. بعد ما رجع لنادي الزمالك يلعب 3 شهور ويضغط على نادي الزمالك علشان يوافق على رحيله للبرتغال. ايوه زي ما بقول لك، علشان يوافق نادي الزمالك على رحيل شيكابالا عام 2014، وكالعاده يروح شيكابالا النادي ويتألق اول كام شهر، وحلوه البدايات بقى وانت عارف، علشان تيجي احتفال نادي الاتحاد السكندري بالمئويه بتاعته، فيقرر ايه؟ يعزم النادي اللي بيلعب فيه شيكابالا بالبرتغال علشان يلعب ماتش ودي بينه وبينهم بقى في احتفال المئويه. جه النادي لعب المباراه الوديه ورجع البرتغال، بس نسيوا حاجه وهم ماشيين. ايوه لا مش شنطه، نسيوا شيكابالا هنا في مصر. وكان حجه شيكابالا ساعتها يخلص ايه؟ ايوه زي ما انت قلت، ورق التجنيد. ورجع هنا شيكابالا لعوايده القديمه، ايوه ما يردش على النادي ويختفي علشان يتبرأ منه وكيل اعماله ويقول عليه ده اسوأ محترف شفته في حياتي. حب الناس يا جماعه، سمعته الحلوه بص بتطرده في كل حته. طبعا وانت مغمض عارف الازمه خلصت على ايه؟ ايوه شيكابالا رجع نادي الزمالك تاني. ايوه بس رجع شيكابالا بقى نادي الزمالك المره دي وكان في مين؟ ايوه عم مرتضى منصور. شيكابالا مش هيعرف يعمل الحبتين بتوعه مع مرتضى بسهوله. تفوت الايام ويتخانق شيكابالا مع مرتضى منصور بسبب الواد نايس الارتراس الزملكاوي. ساعتها المستشار مرتضى منصور اتهم شيكابالا انه بيساعد او منتمي لجماعه محظوره، اعدام على طول دي شيكابالا مفيش هزار. وعاقبه ساعتها المستشار وسحب منه اشاره الكابتنه وعرضه للبيع. مفروض بقى شيكابالا اللي احنا عارفينه يطلع يشتم بقى ويحبق ويبص الحبتين بتوعه بقى ويرفع الجزمه ويقول لك انا ضفر جامد، صح؟ لا ما عملش كده، ده طلع شيكابالا واعتذر اعتذار رسمي لمرتضى منصور اللي هو اصلا ما غلطش فيه، ده هو كل اللي عمله احتفل مع الجمهور وكان بيشتم النادي الاهلي اصلا ساعتها، بس طلع اعتذر لمرتضى منصور ومرتضى منصور قبل الاعتذار. علشان تفوت الايام ويحصل خلاف تاني بين مرتضى منصور وشيكابالا. ده امتى؟ لما شيكابالا انقطع عن التدريبات عشان المدير الفني بتاعه ما ضمهوش للقايمه اللي راح هتلاعب النادي الاهلي في السوبر.
علشان يطلع مرتضى منصور ويقول على شيكابالا ان هو بيحب ياخد اللقطه وبيحب يعمل ازمات. وساعتها هنا شيكابالا انتفض، ايوه هو شيكابالا اللي احنا عارفينه، ونزل بيان نار ضد مرتضى منصور واولاده، علشان يرد مرتضى منصور ببيان برضه ويقول ان شيكابالا متمرد على النادي وكذاب. طبعا جمهور النادي الاهلي هنا قعدوا يعملوا كده بقى وجابوا الفشار وركزوا وبداوا يقول لك بس الحفله هتبدا يابا. صح؟ قبل ما اقول لك صح هقول لك بقى على معلومه تانية. ساعتها جمهور نادي الزمالك اللي شايف ان شيكابالا اسطوره انقسم نصين. ايوه زي ما بقول لك، نص بيقول عليه جامد ورد على مرتضى ايوه يا شيكا، ايوه ده النص اللي ما كانش بيحب مرتضى منصور. والنص التاني يقول لك هو شيكابالا قدم للنادي ايه عشان نحافظ عليه يا عم يغور، ايوه كده يا سبع، ايوه كده يا طاطا، خبط، ايوه اضرب بيد من حديد على كل واحد يجي على نادي الزمالك. ايوه هو ده اللي حصل ساعتها. تخيل بقى ايه اللي يحصل بعد كده. ايوه شاطر، شيكابالا يقدم اعتذار رسمي لمرتضى وولاده. هو ده اللي حصل. شيكابالا هنا بدأ يحس ان البساط بدأ يتسحب من تحتيه من ناحية الجمهور. يعمل ايه شيكابالا؟ يعمل ايه؟ يفكر هوب هوب يستنى ماتش الاهلي والزمالك في السوبر في الامارات ويعمل كده. طبعا كلنا فاكرين اللقطات الجميلة ديت، صح؟ اللي شيكابالا يا عيني ساعتها كان بيرد عشان خاطر بيتشتم، مش عشان خاطر هو قليل ادب. وما ينفعش لقطات زي كده تتعمل في وجود ستات واولاد صغيرين. تفوت الايام بقى والليالي ومشاكل شيكابالا وتيجي سنه 2024، ايوه السنه اللي احنا عايشينها والايام اللي احنا عايشينها ديت، علشان لاول مره من فتره طويله اداره نادي الزمالك تعزم اداره نادي الاهلي ويبداوا يتجمعوا زي ما انتم شايفين كده، والحياه تبقى لذيذه والجمهور يبقى فرحان. وكل ده قبل ماتش الاهلي والزمالك في نهائي الكاس الشهير اللي احنا اتفرجنا عليه من كام يوم. نهائي الكاس ده كان هيتعمل فين؟ لاول مره نهائي الكاس هيتعمل بره مصر في السعوديه. شيكابالا هنا حس في حاجه ناقصه. ازاي هقابل النادي الاهلي والزمالك واحنا حبايب واصحاب وهنبوس بعض وكان لا 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 لا، هو لازم دايما الاهلي والزمالك يضربوا في بعض، ما ينفعش يبقوا حبايب ما ينفعش مع شيكا. الماتش ده هيحضره تركي آل الشيخ اللي مختلف عليه اصلا جمهور النادي اذا كان اهلي او زمالك، وينتهي الماتش فوز النادي الاهلي 2-0 على نادي الزمالك، وده كله بخمس دقايق بس، وكانه الاهلي جه في الدقيقه 85 رزع الزمالك جونين وقال سلام عليكم، طلع خد كل الجوائز وروح. علشان شيكا اللذيذ الاسطوره المحترم ان ما حدش دايما بص ما بيعملش حاجه وحشه للناس والناس هي اللي بتضايقه، ما يفوتش ماتش الاهلي والزمالك من غير ما ياخد اللقطه. شيكا هنا بقى ان كان دايما جمهور نادي الزمالك او الناس تقول ده شيكا كان بيرد على الجمهور عشان بيتشتم، علشان بيتنمروا عليه، علشان بيعملوا فيه حاجات وحشه. نفس الناس ديت المره دي قالوا ان الجمهور ما عملش حاجه وشيكابالا عمل لهم كده. وزي ما بيقولوا شاهد شاهد من اهلها. هو ده بقى شيكا البطل الوهمي، البطل من ورق اللي عمله جمهور نادي الزمالك علشان بس بيشتم نادي الاهلي او بيشتم جمهور النادي الاهلي. وده كان راي ناس كتير مش رايي انا. وطبعا احب اسمع رايكم في التعليقات وما بزعلش من نقد. وما تنساش دايما تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويخلي رمضان دايما نصره ليهم وللمسلمين. وما تنساش تتابعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام. يلا اشوفكم على خير واتمنى لكم السلامه. سلام.